التقرير ده كله غلط. انت ازاي عاملاه كده؟ كله غلط، ما فيهوش حاجه صح. ازاي يعني؟ اتفضلي خدي راجعيه تاني. كل التقرير غلط؟ بذمتك انت مصدق عزيزي المشاهد؟ اكيد لا. زي ما انا بالظبط مش مصدقه، مش انا اللي عاملاه، بس انا اصلا مش مصدقه. تيجي نشوف الموضوع ايه؟ يلا نبدا. برحب بكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات في الفكره ايه. الفكرة ايه؟ المشهد اللي انا عملته من شوية بيعبر عن واحدة من اخطاء التفكير العشرة اللي عملهم واحد من علماء النفس اسمه ألبرت إليس. احنا اتكلمنا قبل كده عن المبالغة في حلقة قبل كده، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو. والنهاردة هنتكلم عن التعميم. التعميم هو اني بصنف حاجة ناحية حاجة واحدة، يا اما كلها صح يا اما كلها غلط. زي ما عملت كده في التقرير كله غلط، او ان اقول التقرير كله صح، لكن ما قلتش انه في حته في التقرير هي اللي صح او غلط. في نوعين من التعميم، في التعميم الايجابي ودي حاجه كويسه، وفي التعميم السلبي اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. بس علشان نعرف التوازن هنتكلم عن النوعين. النوع الايجابي انه لما تقدم لعدد كبير من الوظائف وما تجيليش ولا وظيفه منهم، فاروح قايل لنفسي الوظائف اللي انا اتقدمت لها مش متوفره حاليا، فهقدم لعدد اكبر من الوظائف علشان ينفع تجيلي وظيفة مناسبة ينفع انبسط بيها. ده اسمه التعميم الايجابي. ومش معنى اني فشلت في واحدة من الوظائف ده معنى ان انا دايما فاشل. ده التعميم الايجابي. طيب نيجي بقى للتعميم السلبي. التعميم السلبي ان انا هناخد نفس الحادثة وهقول على نفسي ان انا فاشل. المشكلة في التعميم السلبي ان بحط صفة الديمومة لنفسي، وعلشان كده عقلي الباطن بيحفظ ان انا فاشل، لان انا من كتر ما بردد الكلام دوت ومن كتر الحوادث اللي بتجرى فانا بروح حافظ ان انا فاشل. مع الوقت بتصرف كاني فاشل. اعرف ازاي ان انا بعمم؟ التعميم ليه كلمات بتعبر عنه، زي كل وابدا ودايما. المشكله اني لما بصنف نفسي اني شخص فاشل ده معناه ان انا مش بتغير ومش هتغير. زي لما بتقول لنفسك ان انت دايما فاشل، او دايما غبي، او ان انت كسول، او ان انت مش هتعرف تتعلم، او ان انت عمرك ما هتتعلم، او ان انت مش بتفهم، او دايما حظك وحش. نسأل السؤال المنطقي، لو انا بقيت فاشل او غبي او كسول او مش بفهم او اي حاجة من الامثلة اللي انا لسه قايلها، يبقى ازاي هتغير؟ تبقى حالتي بقت ميؤوس منها ومش هينفع اتغير لاني حطيت لها صفة كل او دايما. نيجي للجزء المهم. لو انا بعمم ازاي ممكن ابدا اغير طريقة تفكيري؟ اول حاجة راقب كلماتك. هل انت بتقول واحدة من الكلمات اللي انا لسه قايلاها في التعميم؟ ابدا وكل ودايما. تاني فكرة، ارفض انك تستسلم لافكارك وارفض انك تقول لنفسك كلمات سيئة. تالت فكرة، اسأل نفسك بأمانة، هو أنا يا ترى فاشل في إيه؟ لو في عندي فشل في حياتي، فاشل في إيه؟ هل فاشل في علاقات، ولا فاشل في شغل، ولا فاشل في تعليم لغة، ولا فاشل إيه؟ ما ينفعش أعمم نفسي على حاجة. ولو فشلت بنسبة قد إيه؟ هل أنا فاشل في كل علاقاتي، ولا فشلت في نوع معين من العلاقات؟ كل الحاجات دي، تصنيفك لكل الحاجات دي ومراجعتك بأمانة للكلام دوت هيفرق كتير قوي في طريقة تفكيرك. رابع فكرة، احيانا بيبقى عندنا اهداف هي نسبة نجاحها قليلة بس ما بتبقاش عمرها صفر، فما تاخدش حاجة واحدة على انها عامة. خامس فكرة، انت لما بتقول لنفسك انك فشلت بتبقى غالبا صدقت الفكرة دي وبتعمل كل محاولاتك عشان تثبت لنفسك انك خلاص فشلت. هتوقف محاولات بدري فهتبقى فشلت في الحاجة اللي انت كنت عايز تعملها، فبالتالي هتقول لنفسك انك فشلت. ألبرت إليس قال حاجة غريبة جدا، قال ان في ناس عندهم لذة غريبة جدا ان هم يحسوا ان هم فشلة، بيحبوا الحكاية دي. اخر حاجة هقولها ان النجاح والفشل فكرة في عقولنا. لو عرفت تصدق نفسك انك ناجح هتنجح، ولو عرفت تصدق نفسك انك فاشل انت اللي حكمت على نفسك. سلام واشوفكم الحلقة اللي جاية.